في البداية كان مفيش حاجة اسمها فلوس، الناس كانوا بيتعاملوا بنظام المقايضة، عاوز قمح خد مني ملح، عاوز رز خد مني تفاح، وأهي الأمور ماشية. كان نظام بسيط وسلس، بس كان فيه شوية مشاكل زي إنك مش دايما تلاقي حد معاه الحاجة اللي محتاجها أو يقبل التبادل بيها. من هنا بدأ الإنسان يدور على وسيلة أسهل شوية. هنا بدأت فكرة جديدة، استخدام حاجات لها قيمة موحدة زي الفلوس أو زي الملح اللي كان وقتها زي الذهب، أو القواقع اللي استخدمتها بعض القبائل. هي كانت خطوة متطورة جدا، لكنها ما زالت مش عملية أوي. متخيل تشيل كيس ملح عشان تشتري بحاجة؟ هنا بقى حصلت نقلة كبيرة جدًا. أول ظهور للعملات المعدنية كان في ليديا أو تركيا حاليًا، كان من حوالي 600 قبل الميلاد. تخيل قطعة صغيرة من المعدن بقت تحمل قيمة ثابتة وتقدر تشتري بيها كل اللي محتاجه. العملات ديّة سهّلت التجارة وساعدت الشعوب على التواصل بشكل أكبر. ومع مرور الوقت التجارة كبرت واحتياجات الناس زادت، المعادن بقت تقيلة وصعب التنقل. وهنا الصين دخلت المشهد بفكرة عبقرية في القرن التاسع: النقود الورقية، فلوس خفيفة وسهلة إنك تشتريها، لكنها في البداية كانت مجرد ورق مدعوم بوعد من الحكومات. ومع انتشار العملات الورقية ظهرت البنوك عشان تدير الأموال وتحافظ عليها، ومعها جت الشيكات اللي خلت التعاملات المالية أبسط. لكن المفاجأة الحقيقية حصلت في القرن العشرين لما ظهرت بطاقات الائتمان. لأول مرة فلوسك بقت مجرد رقم في حسابك، وتقدر تدفع من غير ما تشيل ولا قرش. وهنا التطور موقفش. في 2009 ظهرت فكرة مجنونة: البيتكوين، عملة رقمية بالكامل مش محتاجة بنوك ومحدش يقدر يتحكم فيها. العملات الرقمية غيرت مفهوم الفلوس تماما وفتحت الباب لعالم جديد. ممكن نقول إننا عايشين حاليا في ثورة مالية. الحكاية بدأت من القواقع المعدنية لبطاقات الائتمان والبيتكوين. الفلوس مش مجرد وسائل الدفع، دي رحلة مليانة تطورات مذهلة عبر العصور، وكل مرحلة من المراحل دي كانت نتيجة لاحتياجات الناس ورغباتهم في تحسين حياتهم. والسؤال اللي بيطرح نفسه: هل يمكن في المستقبل القريب تختفي العملات الورقية وتصبح العملة الرقمية هي سيدة الموقف، ولا هنشوف فلوس تانية مبتكرة بتغير مجرى الاقتصاد؟ شاركونا أفكاركم في التعليقات وخلونا نكون جزء من ثورة مالية جديدة.